الأهلي يدرس مطالبة اتحاد الكرة بتعيين حكام أجانب في مباريات حسم الدوري أمام الزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا. الأهلي ينفي التفكير في إعادة وسام أبو علي مجددا للفريق. نفي رسمي لما تردد عن عرض 30 مليون جنيه لمصطفى شوبير لتجديد عقده، مع التأكيد أن الأولوية للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري يعلن ضم السنغالي مامادو لامين كامارا لاعب نهضة بركان، والذي كان الأهلي يستهدفه بديلا لديانج. المدرب التونسي راضي الجعايدي يتحدى الأهلي قبل ربع نهائي دوري الأبطال، مؤكدا ثقته في تأهل الترجي رغم خطورة ثنائية إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه. تقارير تشير إلى أن حسام حسن يدرس الدفع بمصطفى شوبير أساسيا في وديتي السعودية وإسبانيا على حساب محمد الشناوي. الصحافي أحمد الخضري يبدي تعجبه من كثرة ظهور لاعبي الأهلي ورموزه في إعلانات رمضان مقابل غياب نجوم الزمالك. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستقر على إقالة رئيس لجنة الحكام وتعيين بديل بسبب أزمات التحكيم الإفريقي الأخيرة. عماد النحاس ينفي استقالته من الزوراء، مؤكدا تحقيق 11 انتصارا من 15 مباراة. الترجي يستنكر التناول الإعلامي التحكيمي في تونس قبل مواجهة الأهلي قاريا. محمد صلاح يثير الجدل في إنجلترا بسبب رد فعله على استبداله أمام نوتنغهام فورست. ريال مدريد يفقد خدمات داني سيبايوس نحو 7 أسابيع بسبب الإصابة. إيفرتون ينفي اهتمامه بالتعاقد مع سعود عبد الحميد.